بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين كلكم وفي احسن حال ومزاجكم عالي العال وعز رزق العال. النهارده عملت معاكم دوناتس محشي بطريقة سهلة سريعة اقتصادية جميلة. تمام. هنصلي على النبي في الاول خالص وهنخش نكمل نبدأ الفيديو. معانا 3 معالق كبار سكر، رشة ملح وفلح، نص معلقة كبيرة نشا. تمام. ومعانا كيس خميرة ونص كيس بيكنج باودر اللي هو نص معلقة. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده الوصفة مختلفة بجد بجد بجد، لازم تجربوها. من احلى واجمل الطرق اللي هتجربوها وهتعتمدوها معاكم هي طريقة الدوناتس دي. تمام. هبدأ ان انا اقلب المواد الجافة مع بعضيها، وهحتاج من كوبايتين لكوبايتين ونص من اللبن، وعليهم 2 بيضة. تمام. انا ما بحبش احط البيض مع اللبن عشان بقول ممكن ان هو ايه الدقيق يكون مختلف معايا ومحتاجش اللبن كله. تمام. فكنت نازل بالبيض الاول، يعني انا هنزل الاول بالبيض وبعد كده هنزل عليه باللبن. تمام. في قلب العجان او في قلب الحاجه اللي احنا هنعجن فيها. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبتدي ان انا ابدا اعجن شويه بشويه. مش مشكله عندي ان انا يعني مش العجينه مش هتنشف ولا حاجه لو اتعجنت كتير. شويه بشويه عشان خاطر ما نضطرش ان احنا نزود دقيق تاني. تمام. هنا انا بعد ما عجنت بوريكم ان العجينه هتلزق في ايدينا. ده في الاول هنزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت وهبتدي اعجن. بصوا، هو الاول خالص كده العجينه مش تبقى متقبله فكره الزيت. عارفين انتوا اللي هو ايه. بس هي في الاخر بترضى وبالامر الواقع وبتشرب الزيت. بس هي في الاول ما بتبقاش احسن حاجه مع الزيت وبتاع، بيفضلوا خناقات بقى ومشاكل ومش عارف ايه. ولا انا ما اتحطش عليا زيت، دي العجينه. والزيت يقول لها لا والله ابدا، ده انا اتحطيت لازم تشربيني. حوار كده. بس في الاول وفي الاخر بتلم العجينه. تمام. طبعا بهزر واضحك، اضحكوا بقى ها. المهم هنحط اللهم صل على النبي. انا نسيت احط مع البيض، نسيت احط فانيليا. تمام. النقطه دي اصلا المفروض ان هي قبل الزيت، بس عشان ما تتلخبطوش مني. ده انا لسه بعجن. تمام. هحط هكمل بعجن بلبن عادي، بس هنحط فانيليا. انا نسيت احط فانيليا مع البيض فحطيتها مع شويه لبن وانا بكمل عجن. تمام. بس عشان خاطر الفيديو اتحطوا مكان بعض. تمام. فهمتوني؟ يعني المفروض ان الخطوه دي وبعد كده الخطوه اللي بعديها خطوه الزيت، بس هما جم ورا يعني غير بعض. تمام. زي ما انت شايفين العجينه كده بتكون بتلزق، انا عايزها بتلزق. تمام. وهبتدي اضرب فيها كده اول ضربه، تاني ضربه، تالت ضربه، هتلاقي العجينه بدات تلزق في الترابيزه. كملوا ضربه وتاني ضربه وتالت ضربه بتلزق، هتلاقيها بدات تلم. ضربه وتاني ضربه وتالت ضربه، هتلاقيها بقت عجينه طريه وناعمه. وزي ما انتم شايفينها كده بتحطوا فيها ايديكم ما بتحصلهاش اي حاجه، وبتكون عجينه جميله كده. ده اللي احنا محتاجينه، وده اللي انا عايزه منكم، ان العجينه بتاعتنا تكون طريه، تكون بتلزق حاجه بسيطه في الايد، بس في نفس الوقت بنعرف نتحكم فيها. ولازم تكون طريه عشان تطلع هشه معانا. تمام. ولازم لازم 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 نعجن كويس. لازم. سبت العجينه تخمر او تتضاعف على حسب ما تحبوا تعملوها اعملوها. وابتدي ان انا اعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ده اول حاجه هنبدا ان احنا نعملها، ونسمي بسم الله لا اله الا الله. وهنبدا ان احنا ننزل عليها بالدقيق في يعني هنقسم العجينه على حسب ما احنا عايزين، 3 قطع 4 قطع، عايزين تعملوها مره واحده اعملوها. تمام. هنبدا نفرش رشه دقيق بسيطه، وبعد كده هنبدا ان احنا نفرد. طيب هنقطع بايه؟ عندكم الفورمه بتاعه الدوناتس اشتغلوا بيها. ما عندكوش اخترعوا زي انا كانت عندي، بس مش فاكر ايه فين بالظبط. فانا ايه بصراحه كسلت ان انا ادور، فانا اخترعت كده حاجه وانا واقف. آه الغطا بتاع الفوائل انا لقيته ان هو مناسب معايا جدا. ده زائد ان انا اصلا كده كده مش هخرم الدوناتس من النص، او مش هخليها مخرومه عشان اعرف احشيها من جوه. فانا حسيت ان الغطا بتاع الفوالة عندي كان هيبقى تمام قوي، وانا ده اللي اشتغلت بيه. اهو بوريه لكم، ده الغطا بتاع الفوالة اللي انا اشتغلت بيه. تمام. طيب احنا دلوقتي قطعناها. زي ما انتم شايفين بقى، ممكن تقطعوها بكوبايه، ممكن تقطعوها بغطا فواله، بغطا بطبق، على حسب ما تحبوا، على حسب ما تعملوا. عايزين تشتروا الفورمه اشتروها براحتكم يعني. طيب انا دلوقتي قطعتها بالشكل اللي انا عايزه وبالطريقه اللي انا عايزها وبالطريقه اللي انا حاببها. هبتدي ان انا احطها على ورق زبده. اقطع ورق زبده على قد حته العجينه كده زي ما انتم شايفين.
وهبدا ان انا احط عليها العجينه. تمام. طيب انا ما عنديش ورق زبده، مش هنقف، الكشكول ما بيأثرش. انا عملت بالكشكول وعملت بالورق الزبده عشان اوريكم ده واوريكم ده. تمام. بنجيب ورقه الكشكول وبنقطعها اتنين، وبنحط فيها العجينه وبتتحمر وبتبقى زي الفل. مفيش اي فرق ما بينهم الا بس ايه، ده بتاع كتابه وده بتاع طبخ، مفيش اي فرق. تمام. طيب الحته اللي فضلت دي انا بلمها كوره وبسيبها تاني. بصوا انا قطعت يعتبر العجينه دي او اشتغلت عليها على 3 مرات. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي القطعه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي كانت باقيه من اول قطعه انا قطعت منها، هكورها واسيبها دقيقتين بترتاح وبقدر ان انا اشتغل فيها تاني. صلوا على النبي واذكروا الله. زي ما انتم شايفين كده بقطع بالغطا بتاعي او بالفورمه بتاعتي على حسب ما انتوا عندكم، وهبتدي ان انا احطها على اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ورق الزبده او ورق الكشكول بتاعي. تمام. وهبدا ان انا الم الحته دي تاني واسيبها. تمام. سيبنا وخلصنا النقطه دي. تمام. سايبين العجينه تخمر ما لا يقل عن نص ساعه عشان تبقى الدونسيه معايا كويس. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الحشوه او الباستري اللي احنا هنحشي بيه قلب ومن بره الدوناتس. طيب ده هتبقى ايه معانا؟ في الاول كده نص كوبايه سكر. تمام. 2 صفار بيضه، رشه فانيليا، كيس فانيليا او فانيليا سايبه. انا عندي فانيليا سايبه فبستخدم فانيليا سايبه، بس انتوا عامه احنا دايما زي ما متفقين مع بعضينا ان اي بيضه عليها كيس فانيليا او نقطه فانيليا سايبه. تمام. همسكهم واضربهم مع بعض ضربا مبرحا. في الوقت دون انا معايا نص كيلو لبن حطه على نار عشان عايزه يبقى دافي. تمام. همسكه اضربه ضربا مبرحا الاول خالص لحد ما يبقى القوام يفوم معانا كده ويكون ابيض. تمام. اللي وصل معانا لحد هنا يصلي على النبي ويذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ولايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد من عندنا. اللهم صل على النبي. كده احنا فومناه وظبطناه قوي 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 بقى كده. تمام. بعد ما بقى فوم او بقى لونه ابيض والخليط لونه فاتح، هنزل عليها بمعلقه وربع من الدقيق. تمام. معلقه وربع من الدقيق دول عشان خاطر يمسك لي اللبن لما نيجي نعمله. طيب ركزوا معايا كده وصلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا انا فومت برضو الدقيق بصفار البيض بالسكر والفانيليا. تمام. هنركن ده على جنب ومعانا اللبن. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل في الاول كده عمليه اقلمه. يعني ايه اقلمه؟ يعني هنأقلم الاول اللبن الدافي اللي هو ما بيلسعش بس هو دافي بالبيض، بخليط البيض. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد من اللبن الدافي هنحط على خليط البيض، وبعد كده هناخد زي ما انتم شايفين كده، بعد كده هناخد خليط اللبن بالبيض بالدقيق بالسكر على الدقيق على اللبن بقية اللبن. طيب انا كده بعمل ايه؟ انا بعمل عملية اقلمة للبيض عشان خاطر ما يستويش مني او يكلكع مني او يبوظ مني. حطيت الاول منه جزء على اللبن فبقى اللبن بقى بدرجة حرارة البيض. تمام. وبعد كده باخد جزء على البيض علشان خاطر يكون بدرجة حرارة اللبن. بعد كده بحط الاتنين على بعض، مبيبقاش في حصلت الصدمة اللي هو ان البيض يستوي او ايا كان يعني يكلكع او يبوظ او اي حاجة. تمام. وصلت عندكم؟ صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. على نار هادية ما يقلش عن 7 دقايق وايدينا فيه بنقلب لحد ما بيخلص. تمام. صلوا على النبي. دي شوكولاته ايه؟ شوكولاته مبشوره. على ايه؟ تمام. الخليط معانا جاهز اللي هو الباستري او الخليط اللي احنا هنشتغل بيه. تمام. هخلي منه شويه صغيرين بس على قد 1 أو 2 دوناتس بس عشان خاطر الشكل عشان التزيين، بس احنا ما بنحبش الباستري بالفانيليا، احنا دايما بنحبه شوكولاته وهو سخن لسه شايله مع النار. هنزل عليه بالشوكولاته وافضل اقلب لحد ما الشوكولاته تسيح. تمام. نيجي بقى لمرحله التسويه. صلوا على النبي. اولا ما حدش دقق ان البوتاجاز بتاعنا وسخ، بس احنا كنا لسه عاملين اكل. تمام. وانا عملت بعديه الدوناتس فطبيعي يكون وسخ، ده طبيعي، معلش. ماشي. بصوا صلوا على النبي. انا نزلت بيها بالورقه، بمجرد ما بتحس بالحراره بتنزل الورقه، مفيش اسهل من كده. ده بدرجه الزيت ايه؟ احنا بنحط صباعنا في الزيت، صباعنا بيحس بالسخونه بس ما بيتلسعش، بننزل بالدوناتس. طيب انا بعمل ايه؟ انا بعمل الدوناتس بتاعي على طاستين مش طاسه واحده. طاسه بحطها على النار على نار واطيه تكون بارده، والطاسه التانية بتكون بارده. تمام.
دي بتخلص عليها الدوناتساية او 2 او 3 على حسب حجم الطاسه بتاعتنا، بس نفضل ان هم يبقى طاستين صغيرين عشان ما ناكلش في الزيت الكتير. الزيت دلوقتي ما بقاش رخيص. تمام. فاحنا فاحنا هنحط الزيت، اللهم صل على النبي، زي ما قلت لكم كده، على طاستين. طاسه فيها الدوناتس، بنقلبها على الجنب ده شويه والجنب 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 ده شويه لحد ما تستوي. تمام. بتستوي ايه، بنشيلها الدوناتسايه من الزيت، وبنشيل الزيت ده خالص، وبنحط الطاسه التانية عشان ما نعطلش. ما هو اصل احنا مش هينفع نحط الدونات في نار، على نار عاليه، هيتحرق من بره وهيبقى ناي من جوه. ومش هينفع برضو ان احنا نحط طاسه واحده وبعد ما نخلص الدوناتسايه اللي فيه نبدا ان احنا نسيبها لما تبرد عشان نبدا نعمل تاني، فده حوار. احنا بنعمل على طاستين، بنوفر علينا وقت، بنوفر علينا مجهود، والزيت ده ما بيترميش. انا عن نفسي بسخنه كويس جدا وبشيله في برطمان وبستخدمه في اي نوع حلويات. تمام. بس لازم بعد كده يعني بيبرد تماما، وبسيبه يسخن كويس جدا عشان لو في اي رغاوي او اي رواسب او اي حاجه بشيلها، وبعد كده ببدا ان انا اشيله في برطمان يبقى زي الفل. تمام. زي ما انتم شايفين بديها تشميعه واقلبها على الجنب التاني، تاخد تشميعه واقلبها على الجنب التاني، تاخد تشميعه واقلبها على الجنب التاني. احنا ما بنديهاش لونين اتنين. يعني ايه لونين اتنين؟ يعني لون من الجنب ده ياخد احمر ونقلبها ياخد احمر على اللون التاني، لا. شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا عشان تبقى كلها مستويه، مفيهاش حته نيه ومفيهاش حته مستويه. تمام. زي ما احنا مكملين هنفضل مكملين من اليمين شويه من الشمال شويه. طيب احنا بنطلعه على ايه وهو كده طالع؟ بنيجي ماسكينه حاطينه في صينيه، ما تكونش حاطين تحتيها اي ورق زبده، اي ورق، لا. ويكون مهوي عن بعضيه، ما يكونش ملازق في بعضيه، او ما يكونش فوقيه واحده وتحتيه واحده وجنبيه واحده وهنا واحده وهناك واحده والحاجات دي كلها، لا. احنا عايزين كل واحده زي ما انت شايفينها كده تكون مع حالها، كل واحده مع حالها. الحمد لله الحمد لله، اجر وعافيه ان شاء الله. كل واحده تكون مع حالها. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله. هنجيب ايه؟ ظهر معلقه، نفتح بيها، ندخل ظهر المعلقه في قلب الدوناسايه، نعملها يمين وشمال، وهنبدأ ان احنا نجيب حقنة محترمة، وفي اي نوع احنا عايزينه بقى، شوكولاتة، بس اللي احنا عاملينها ايا كان، بنبتدي ان احنا ندخل الشوكولاتة او الشوكليت او ايا كان اللي احنا عاملينه جواها. بنيجي ماسكين الواحدة دي ونيجي حاطينها في قلب الطبق اللي فيه الشوكولاتة او الباستري او ايا كان اللي احنا فيه يعني. تمام. تاني بندخل المعلقة، واحد يمين واحد شمال واحد فوق واحد تحت، لحد ما بنوسع مكان للشوكولاتة او للحاجة اللي احنا عاملينها. وهبتدي ان انا احط عليها الباستري، املى الحقنة. انا بفضل الحقنة يا جماعة عن الاكياس الكاس اللي هي الحلواني دي والحاجات دي، عشان الحقنة بنقدر، عشان بلاستيك قوية، بنقدر ان احنا بنتحكم في الكمية اللي داخلة جوه، وبنبقى عارفين ان الكمية دي داخلة في اخر في جوه الدونسية كلها، متبقاش مثلا مسدودة، لان الكيس من طبعه كيس مش هيستحمل ان هو ندخله في قلبيها وندوس ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. تمام. زي ما انتم شايفين هنملاها بواحدة باتنين بتلاتة على حسب الكمية اللي احنا عايزين نحطها في قلبيها، وعلى حسب برضو الدونتساية كبيرة ولا صغيرة ولا ايه ظروفها بالظبط. تمام. لحد هنا ولحد دلوقتي احنا الحمد لله تمام، الدنيا معانا والدنيا سهله والدنيا جميله. طيب ما دام الدنيا سهله والدنيا جميله، هنصلي على النبي وهنذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دي شوكولاته مطبخ عاديه خالص، مفيهاش اي حاجه، بنحط عليها شويه زيت وبنعملها على حمام بخار. تمام. هبتدي برضو بنفس هنجيب برضو حقنة برضو ونفس الكلام برضو، هحط الحقنة في قلبيها وهحشاها من جوه، وهعملها زي ما انتوا شايفين كده بين الحروف. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا عايز اوريكم ان هي كلها طريه وكلها جميله، وحرفيا ولا هبطت ولا قشرت ولا نشفت، ولحد اخر لقمه كان ممتاز. الريسبي ده او الطريقه دي او الخلطه دي اللي انا عاملها دي، لازم 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 كل الناس تجربها وكل الناس تعملها بالطريقه دي وهتدعولي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. زي ما احنا مكملين بنكمل دي. اللهم صل على النبي. شوكولاته بيضه غالبا، مش فاكر والله يا جدعان، بس غالبا لا ده باستري ابيض، لان انا قلت لكم ان انا هعمل واحده عشان خاطر اللي هو الباستري الابيض اللي هو بالفانيليا اللي احنا خدنا منه شويه بتاع الشوكولاته. تمام. عملت واحده بس عشان خاطر الشكل بتاع الطبق في الاخر. تمام.
زي ما احنا برضو متفقين هنفضل نكمل الكميه بتاعتنا كده. في ناس بتحب انها تحط من على الوش بس، تمام. عايزين تحطها من على الوش بس، يبقى نخرمها من النص زي الدوناتس المخرومه العاديه جدا، تمام. زي ما انتم شايفين هي بتبوظ كده من بره، بس مفيش اي مشكله. دي انا كنت عايز اعمل كده حاجه بس للاسف ما عرفتش اعملها. الحمد لله يعني، اجر وعافيه ان شاء الله، ربنا يأجرنا. انا كنت عايز اخليها حته بيضه وحته بني اللي هو شوكولاته يعني. ولكن الشوكولاته اللي عندي مش هتنفع تعمل كده عشان مش جامده شويه يعني، هي المفروض تكون جامده اكتر من كده عشان خاطر اخليها تكون طبقات او درجات. بصوا ما شاء الله، دي الكميه اللي انا عملتها، او عشان مش اللي انا عملتها ده مش النص كيلو كله بصراحه، بس دي الكميه اللي انا حبيت ان انا اصورها معاكم الاول، بعد كده اكمل براحتي، تمام. عندكم بقى اي تزيين هي كده تمام، عندكم اي تزيين تاني زينه؟ شوكولاته مبشوره، كان عندي شويه فارم ستيك اللي هو الالوان دون، حطيت منه شويه. اللهم صل على النبي، كان عندي قطعه شوكولاته بيضه كده، هو رحت حطيتها في كيس حلواني وحطيتها في الميكروويف ساحت، ورحت مزين بيها. التزيين براحتنا، التزيين براحتنا. اهم حاجه الريسبي او العجينه او الطريقه بتاعه الباستري، هو ده اللي احنا بنلعب لازم نعمله حقيقي، لكن التزيين نوع الشوكولاته الحاجات دي بتكون براحتنا. طيب هندوق كده ونقول ايه راينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اللي انا قلت لكم عليه، ما شاء الله ال الشوكولاته متوزعه جوه الدوناتسايه كلها، بجد بجد جميل.